في بداية سنة 2022 كان في مجموعة من محبي المشي في الطبيعة ماشيين جنب طريق في شرق أسبانيا، في منطقة شكلها عادي جدا بس فيها جزء من الطريق بيختفي تقريبا وسط نباتات القصب الطويلة والكثيفة. مكان من النوع اللي الناس ممكن تعدي من جنبه بالصدفة، بس محدش تقريبا عنده سبب يخليه يقف هناك. وفي يوم من الأيام المجموعة دي لمحت حاجة غريبة وسط القصب، جمجمة بشرية. طبعا اتصلوا بالشرطة فورا، ومن أول لحظة القضية شكلها كان معقد جدا، لأن الشرطة قدام جمجمة من غير اسم مرمية في مكان معزول، مفيش حد ظاهر إنه بيدور على صاحبها. بس اللي محدش كان يعرفه وقتها إن الجمجمة دي هتكون جزء من خيط أكبر بكتير، وخيط هيوصل الشرطة بعد كده لواحد من أخطر القتلة المتسلسلين في أسبانيا. رجل كان عنده آلاف المتابعين على تيك توك، وبيقدم نفسه للناس على إنه مجرد رجل كبير بيحب السفر والمغامرات. والأغرب من كل ده إن الطريق للوصول للحقيقة ما بدأش باعتراف ولا من شاهد شاف الجريمة، بس من قطعة صغيرة في سوستة شنطة، وبعدها شجرة عيلة رجعت بالشرطة لحد سنة 1871. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون مثيرة وغامضة، اتمنى تعجبكم. يلا بينا نبدأها. في 29 أغسطس 2022 طالب عنده 21 سنة اسمه ديفيد خرج من بيته وراح أرض عيلته في جبال مالكا في جنوب أسبانيا. كان رايح هناك عشان يشتغل ويحصد ثمار شجرة موجودة في الأرض من سنين. كان يوم عادي بالنسبة له، مفيش أي حاجة توحي إن ديفيد مش هيرجع البيت تاني. في وقت ما خلال اليوم ديفيد بعت رسالة لصاحبه على واتساب، قال له إنه قابل رجل غريب في الجبل، رجل كبير شكله مرهق ومعاه بندقية صيد. ديفيد حتى قدم له شوية مية، والراجل ده قال ان هو موجود في المنطقة عشان بيصطاد الثعالب. في اللحظة دي الرسالة بدت مجرد حكاية غريبة من اللي ممكن تحصل لأي حد وهو شغال في منطقة جبلية منعزلة. بس الليل جه وديفيد مرجعش، والرسالة اللي حكى فيها عن الرجل صاحب بندقية الصيد بقت آخر أثر معروف ليه. لما أهله وصلوا للأرض لقوا الشاب مقتول، اتضرب عليه رصاصتين من بندقية صيد في الراس. ومن هنا بدأت الشرطة الوطنية الأسبانية تحقيقها. بس المشكلة إن المكان نفسه كان عامل ضدهم، لأن جبل مالقا مش منطقة زحمة ومش مكان الناس بتعدي عليه طول الوقت، بالتالي مفيش شهود تقريبا ومفيش حد شاف ديفيد وهو بيتقتل. وده خلى المحققين يفكروا في نقطة مهمة من البداية: اللي عمل الجريمة غالبا كان عارف المنطقة كويس، لأنك مش هتروح مكان منعزل بالشكل ده بالصدفة وتختار توقيت مناسب وتتحرك من غير ما حد يشوفك. في نفس الوقت المحققين كان عندهم خيط واحد واضح قدامهم، الرسالة اللي ديفيد بعتها لصاحبه عن الرجل الغريب المسلح اللي بيصطاد الثعالب. بس الرسالة لوحدها ما كانتش كفاية. خبراء الأدلة الجنائية بدأوا يفتشوا المكان بدقة، جمعوا أكتر من 60 عينة وآثار مختلفة، أي حاجة ممكن تكون اتلمست أو تحمل مادة بيولوجية اتعاملوا معاها باعتبارها ممكن تكون مفتاح للقضية. ووسط كل العينات دي ظهرت حاجة صغيرة، حاجة ممكن أي حد يشوفها يعتبرها ملهاش قيمة: سوستة شنطة ديفيد. وعلى الجزء الصغير ده الخبراء اكتشفوا خليط من حمضين نوويين، واحد لديفيد نفسه وواحد لشخص مجهول. هنا التحقيق أخد اتجاه جديد، لأن الشرطة بقى عندها دي ان ايه لشخص ممكن يكون له علاقة بالجريمة. عملوا مقارنة مع قواعد بيانات الشرطة بس النتيجة كانت صفر، مفيش تطابق. الشخص اللي ساب الدي ان ايه بتاعه على الشنطة بتاعت ديفيد ما كانش موجود في قواعد البيانات الجينية الحديثة. وبدل ما القضية يبقى فيها مشتبه في واضح، أصبح عند المحققين قاتل مجهول في مكان من غير شهود ودي ان ايه من غير اسم. لما الدي ان ايه العادي ما وصلهمش لشخص بعينه، الخبراء بدأوا يبصوا على الكروموسوم واي، وده الجزء اللي بيتنقل من الأب للابن وبيفضل متشابه جدا بين رجال العيلة الواحدة عبر أجيال كتير. بمعنى أبسط ممكن تعتبره زي اسم عيلة مكتوب جوه الدي ان ايه. بالتالي لو مش قادر تعرف صاحب العينة، ممكن تقدر من خلاله تعرف العيلة اللي جاي منها. بعدها تبدأ تنزل في شجرة العيلة فرع ورا فرع لحد ما توصل للشخص المناسب عندك، وده فعلا اللي حصل. معمل الدي ان ايه التابع للشرطة الوطنية في غرناطة بدأ يشتغل على العينة اللي عندهم. بدل ما يركنوا القضية لأن مفيش تطابق مباشر، بدأوا يبنوا شجرة نسب كاملة اعتمادا على سجلات مدنية وسجلات كنائس ووثائق قديمة. المحققين ما كانوش بيدوروا على اسم قاتل، كانوا بيدوروا على عيلة كاملة. كل جيل كان بيرجعهم خطوة أكتر في الزمن لحد ما وصلوا لسنة 1871، وهناك ظهر اسم عيلة: جورادو. بس حتى هنا الشرطة لسه ما كانش معاها اسم القاتل، كان معاها مجرد خيط أبوي ممكن يكون له علاقة بصاحب الدي ان ايه. فضلوا يتتبعوا الفروع جيل بعد جيل لحد ما ظهر رجل مولود سنة 1961 اتربى في أطراف مالقا واسمه خوسيه جورادو مونتيلا. الاسم ده ما كانش جديد تماما على الشرطة، لأن خوسيه
كان له تاريخ قديم مع الشرطة، بس الدي ان ايه بتاعه ما كانش موجود في قاعدة الدي ان ايه. والأغرب إن الشخص اللي الشرطة كانت بتدور عليه في صمت والدي ان ايه بتاعه أخدهم لحد عيلته من القرن ال19 كان وقتها عايش حياته بشكل مختلف تماما. خوسيه جورادو مونتيلا كان بيستخدم تيك توك عشان يعرض نفسه كمسافر ومغامر، بيحكي لمتابعيه عن الطرق والقرى والمناظر الطبيعية، بينما الشرطة كانت بتقفل الدايرة حواليه من غير ما هو يعرف. في الوقت اللي التحقيق في مالقا كان بيتحرك في اتجاه خوسيه، كانت عيلة تانية على بعد مئات الكيلومترات بتعيش كابوس مختلف تماما من غير ما تعرف ان قصتها هتتقاطع مع نفس الرجل. في الناحية التانية من أسبانيا كانت في سيدة اسمها إستر ستيبا، كان عندها 42 سنة، اتولدت وتربت في إشبيلية، بس حياتها في الفترة دي كانت مختلفة عن الحياة التقليدية. إستر كانت بتحب السفر وقررت تعيش على الطريق من غير بيت ثابت ولا عنوان تستقر فيه. كانت بتتنقل من مكان لمكان وهي شايلة حاجتها على ظهرها، بتحاول تبدأ حياتها من جديد بعد علاقة مؤذية مرت بيها. السفر بالنسبة لها كان طريق تهرب بيه من الماضي وتفتح صفحة جديدة، ومع إنها كانت بتتنقل في كل أنحاء إسبانيا علاقتها بأهلها ما اتقطعتش، خصوصا بوالدتها جوزيفا بيريز. كانت إستر بتكلمها تقريبا كل يوم. وفي صيف 2023 إستر كانت في نزل بمدينة الكانتي على الساحل الشرقي. هناك قابلت رجل أكبر منها بسنين وكان بيقدم نفسه على السوشيال ميديا باعتباره مسافر ومغامر زيه وزيها، واحد عايش على الطريق بيصور رحلاته ويتكلم عن الأماكن اللي بيروحها. الاتنين اتفاهموا بسرعة وقرروا يكملوا جزء من الرحلة سوا. مشيوا أيام سوا على طول الساحل لحد ما وصلوا حوالي يوم 20 أغسطس لمدينة جانديا القريبة من فالنسيا. في الليلة دي حاولوا يلاقوا مكان يباتوا فيه في أحد النزل، لكن المكان كان كامل واضطروا يدبروا مكان تاني يقضوا فيه الليلة. وبعد يومين، يوم 22 أغسطس، الرجل ده رافق إستر لمركز صحي في جانديا لأن رجليها كانت بتوجعها بشكل شديد. وهنا ظهرت تفصيلة ما كانتش مهمة في البداية لكنها بعد كده بقت مهمة جدا في القضية. إستر طلبت من العاملين في المكان إنها تفضل هناك لأنها كانت خايفة من الرجل اللي ماشية معاه، ودي نقطة صعبة لأنها بنتكلم عن واحدة وصلت المدينة وهي ماشية جنب الرجل ده، وبعد أقل من يومين بتطلب إنها ما ترجعش معاه. فالسؤال هنا إيه اللي حصل بينهم وإيه اللي شافته أو اكتشفته في شخصيته وخلاها توصل للمرحلة دي؟ مفيش إجابة مؤكدة على السؤال ده لحد يومنا ده، بس تصرفها نفسه كان إنذار مهم. في اليوم التالي 23 أغسطس وصلت آخر رسائل عيلة إستر من تليفونها. الرسائل قالت إنها تسافر الأرجنتين وإنها تعبت من إسبانيا وقررت تمشي، بس والدتها اللي كانت عارفة بنتها كويس حست فورا إن في حاجة غلط. المشكلة ما كانتش بس في مضمون الرسائل، حتى طريقة الكتابة والأخطاء الإملائية ما كانتش شبه إستر. الأم طلبت منها تبعت تسجيل صوتي، أي حاجة تثبت إن اللي بيكلمها هي بنتها فعلا، بس مفيش تسجيل وصل والتليفون بعدها سكت تماما. العائلة بلغت عن اختفائها وبدأت الشرطة تدور عليها، بس الأيام عدت من غير نتيجة. وبعد فترة حصل شيء غريب، الأم تلقت مكالمة فيديو من رجل كبير ما تعرفوش، وده كان نفس الرجل اللي كانت إستر ماشية معاه. الرجل قال إنه عايز يساعد في البحث عنها، وحكى للعيلة إنه قابل إستر في نزل في أليكانتي وإنهم مشيوا سوا شوية، وإن آخر مرة شافها فيها كانت لما وصلوا للمركز الصحي في جانديا. من الناحية الظاهرية كلامه كان ممكن يبان تصرف شخص قلقان على واحدة اختفت قدامه، بس تصرفاته كانت غريبة لأنه فضل يتصل بالعيلة ويسألهم عن سير التحقيق. كمان بدأ ينشر على حساباته مقاطع من الطريق اللي مشيه مع إستر، كان بيحاول يثبت لهم إنه فعلا كان معاها. لكن العيلة ما اكتفتش بكلامه، قررت تعرف مين هو الرجل ده أصلا. كتبوا اسمه على الإنترنت والنتيجة قلبت القضية بالكامل. الرجل اللي كان بيظهر كمسافر طيب بيحاول يساعد في البحث عن إستر كان اسمه خوسيه جورادو مونتيلا. المفاجأة إن الاسم ده كان معروف للشرطة من زمان لأنه كان مشهور بلقب ديناميتا مونتيلا. قضى حوالي 28 سنة في السجن بعد إدانته في 4 جرائم قتل. ففجأة الرجل اللي كان بيحاول يقنع أم إستر إنه مجرد مسافر قابل بنتها صدفة طلع شخص عنده تاريخ دموي طويل. العيلة نقلت المعلومات دي للشرطة فورا، والشرطة أصلا كانت وصلت لصورة ظهر فيها خوسيه جنب إستر وشخص ثالث. الصورة كانت متاخدة قبل اختفائها بيومين بس، ومن اللحظة دي بدأ المحققين يفكروا بجدية في احتمال إن خوسيه يكون له علاقة باختفاء إستر. بس كان في مشكلة كبيرة، مفيش جثة ومفيش دليل مادي يثبت إنه قتلها. بالتالي القضية بدأت تبرد، وكل اللي فضل هو أم بتستنى بنتها وتكلم رقم موبايل ما بقاش بيرد. بس عشان نفهم ليه اسم خوسيه كان مخيف للدرجة دي لازم نرجع حوالي 40 سنة لورا. خوسيه مونتيلا اتربى في منطقة كامبانس، إحدى المناطق الموجودة في أطراف مالقا، ومن هو صغير كان معروف بلقب ديناميتا، هو نفس اللقب اللي استخدمه بعد عشرات السنين على حسابه في تيك توك.
في نوفمبر 1985 رجل اسمه فرانسيسكو جونزاليس كان عنده 57 سنة وجار لخوسيه اتلقى مقتول جوه أرضه في منطقة ريفية. الرجل ده ضرب بالرصاص من بندقية صيد، جسمه كان متغطي بأكياس، والمفارقة إن دي الجريمة الوحيدة اللي خوسيه اعترف بيها لحد يومنا ده. بس طبعا عنده رواية مختلفة تماما عن اللي حصل. قال إن كان في ثعالب بتهاجم الفراخ بتاعت عيلته وإنه خرج وقتها يصطاد الثعالب دي، لكنه وصل لمنطقة بعيدة عن بيته. بعدها المطر نزل فراح يدور على مكان يحتمي فيه من الجو. المكان اللي اختاره كان أرض فرانسيسكو جونزاليس. حسب رواية خوسيه، فرانسيسكو شافه معاه بندقية وهاجمه، فخوسيه قدر ياخد منه السلاح وضربه دفاعا عن نفسه. بس عائلة فرانسيسكو رفضوا الرواية دي تماما، ما صدقوش ان قتل جارهم كان دفاع عن النفس. وهنا بنرجع تاني لجريمة ديفيد سنة 2022، لأن ديفيد قبل مقتله بساعات قابل رجل غريب في الجبل معاه بندقية صيد. الرجل قال إن هو موجود هناك عشان بيصطاد الثعالب. نفس الحجة تقريبا ظهرت في قصة قتل بتعود لسنة 1985. فدي مش مجرد صدفة صغيرة، دي واحدة من أغرب التفاصيل اللي خلت المحققين يبصوا لتاريخ خوسيه بطريقة مختلفة. بعد جريمة فرانسيسكو الجرائم بدأت تتوالى. في مارس 1987 رجل اسمه أنطونيو بانياجو عمره 46 سنة كان بيشتغل سائق، اتلقى مقتول في بيت ريفي وجسمه كان شبه متفحم بالكامل. بعدها بشهرين بس في مايو 1987 اتلقى سائحين، واحد انجليزي والتاني ألماني، مقتولين في منطقة كانوا مخيمين فيها داخل أحد الوديان. الاتنين كانت عليهم آثار طلق ناري وطعن. الطريقة كانت بتتغير من جريمة للتانية، بس في حاجة واحدة كانت ثابتة: أماكن نائية، مفيش شهود، مجرم بيتحرك في مناطق هو عارفها كويس. في 4 مايو 1987 الشرطة ألقت القبض على خوسيه جورادو واتحاكم واتدان في جرائم القتل الأربعة. بس زي ما قلنا هو اعترف بواحدة بس وفضل ينكر الثلاثة الباقيين. صدر ضده حكم إجمالي بالسجن لمدة 123 سنة. بس القانون الإسباني وقتها كان بيحط حد أقصى فعلي لتنفيذ العقوبة، ومع مرور السنين والاستفادة من القواعد والامتيازات داخل السجن خرج خوسيه من السجن في 13 ديسمبر 2013 بعد ما قضى حوالي 26 سنة في السجن، ورجع لنفس المنطقة اللي اتربى فيها في أطراف مالقا. بعد خروجه الدنيا بدأت تنسى اسمه تدريجيا، لحد ما قرر الرجل اللي قضى سنين من عمره جوه السجن يبدأ حياة جديدة على الإنترنت. فتح حساب تيك توك واستخدم لقب ديناميتا جورادو، وبدأ يقدم نفسه للناس باعتباره رجل جميل بيحب السفر والمغامرة. طرق وقرى ومناظر طبيعية وموسيقى وتأملات بسيطة. فيديوهاته كان شكلها بريء وحققت له آلاف المتابعين، وبعضها وصل لأكتر من 500,000 مشاهدة. الرجل اللي كان عنده تاريخ جنائي مرعب بقى بالنسبة لآلاف الناس مجرد رجل عجوز مسافر بيحكي عن الحياة والطريق. بس اللي ما كانش خوسيه يعرفوا إن المحققين في مالقا كانوا في نفس الوقت بيتتبعوا شجرة عيلته اللي بدأت من الدي ان ايه الموجود على شنطة ديفيد، وإن كل فيديو جديد كان بينزله كان ممكن يتحول من محتوى عادي على تيك توك لدليل يساعد الشرطة تعرف هو كان فين. المحققين ما اكتفوش إنهم وصلوا لاسم خوسيه عن طريق شجرة العيلة والدي ان ايه، لأنهم كانوا عارفين إن الاسم لوحده مش كفاية، خصوصا إن الرجل كان عنده تاريخ قديم وممكن بسهولة ينكر وجوده في مسرح الجريمة. فبدأوا يتابعوا حساباته على تيك توك بهدوء شديد. كل فيديو كان بينزله كان بيتشاف بعين مختلفة عن عين أي متابع عادي. بالنسبة للناس الفيديو مجرد رجل كبير بيصور طريق أو قرية أو منظر طبيعي، بس بالنسبة للمحققين كل خلفية كانت ممكن تكون إحداثيات مخفية: شكل مبنى، اسم شارع، منظر جبل، لافتة صغيرة، أو حتى نوع المكان اللي واقف فيه. كل تفصيلة كانت ممكن تقول لهم خوسيه موجود فين دلوقتي. الرجل كان عمليا بيحكي رحلاته للناس من غير ما يدري إنه في نفس الوقت كان بيسيب للشرطة خريطة مفتوحة لتحركاته. بعد فترة فيديوهين بس كانوا كفاية عشان المحققين يحددوا مكانه في منطقة فالدي بوتا، وهي قرية على الحدود البرتغالية. وفي ليلة 16 مايو 2024 خوسيه كان قاعد في بار صغير في القرية عايش الليلة بشكل طبيعي، ونزل فيديو من جوه المكان بيتكلم فيه عن قد ايه هو مستمتع باللحظة وانه حاسس انه بيعيش الحياة بشكل مكثف. كان بيصور نفسه للمتابعين ومش عارف ان الشرطة في نفس الوقت كانت بتحدد مكانه بدقة عشان يقبضوا عليه. وبعد دقايق دخلت الشرطة المكان وألقت القبض عليه بسبب مقتل ديفيد. خوسيه ما قاومش بأي شكل، بس القبض عليه فتح باب جديد تماما في قضية إستر، لأن عائلة إستر اللي كانت بتقول من شهور إن الرجل ده ممكن يكون له علاقة باختفائها شافت الخبر على التلفزيون. نفس الرجل اللي مشي مع بنتهم اللي قال إن هو آخر شخص شافها واللي كان بيتصل بيهم عشان يسأل عن التحقيق بقى دلوقتي متهم في جريمة قتل تانية. وهنا القضية اللي كانت شبه متجمدة بدأت تتحرك من جديد، بس الخيط اللي كان ناقصهم ظهر قبل القبض عليه بشهور.
الخيط ده ظهر في 2 فبراير 2024. في اليوم ده مجموعة من محبي المشي كانوا بيمشوا جنب الطريق السريع في منطقة جانديا، منطقة موجودة في شرق إسبانيا. ولما عدوا جنب مجموعة القصب الكثيفة شافوا حاجة مخيفة وسط النباتات، جمجمة بشرية. الشرطة وصلت للمكان وأخدت العينة للتحليل، وبعد فحص ال DNA تأكدوا إن الجمجمة دي هي جمجمة إستر. وفجأة اختفاء البنت اللي كانت أمها مستنية ترجع لها من شهور بقى قضية قتل محتملة. بس كان لسه في سؤال أساسي: مين قتل إستر ومين كان معاها آخر مرة؟ مع القبض على خوسيه في قضية ديفيد رجع اسمه فورا للواجهة. التحقيقات أشارت إن إستر ماتت نتيجة ضربة عنيفة على الراس، بس المفاجأة الأكبر ما جاتش من مكان العثور على الجثة ولا من الشهود ولا من الاعتراف حتى. المفاجأة كانت جوه تليفون خوسيه نفسه. بعد القبض عليه خبراء الأدلة الرقمية فحصوا الهاتف اللي كان معاه ولقوا 7 ملفات. الملفات دي فتحت خط تحقيق جديد تماما. كانت عبارة عن صور لامرأة عارية في منطقة مفتوحة، وشها كان مغطى، وفي واحدة من الصور ظهرت علامات أثارت شكوك المحققين في وجود اعتداء جنسي. وهنا رجعوا لكلام خوسيه القديم مع والدة إستر. فاكرين المكالمة اللي قال فيها إنه آخر مرة شاف إستر كانت لما وصلوا للمركز الصحي في جانديا؟ حسب روايته هم افترقوا بعد كده، وهو ملوش أي علاقة باختفائها. بس الصور اللي كانت موجودة على تليفونه بتقول حاجة مختلفة. موبايله نفسه كان بيكذب روايته. الصور حطت خوسيه على مقربة من جثمان إستر في وقت المفروض حسب كلامه إنه كان بعيد تماما عنها. في البداية الخبراء فسروا العلامات الموجودة على جسمها باعتبارها ممكن تكون مجرد تغيرات في لون الجلد بعد الوفاة. بس تقرير جديد في معهد الطب الشرعي في فالنسيا راجع الصور مرة تانية ووصل لاستنتاج أخطر. العلامات الموجودة على جسد إستر كانت متوافقة مع إصابات مرتبطة باغتصاب، والأهم إنها كانت على الأرجح حصلت وهي لسه على قيد الحياة أو في حالة احتضار. وهنا الموضوع ما بقاش مجرد اختفاء غامض أو حتى مجرد جريمة قتل محتملة، بقى في دليل رقمي ممكن يربط خوسيه بالجريمة. ورواية بدأت تنهار قدام المحققين قطعة ورا التانية. النيابة الأسبانية بدأت تدرس إمكانية طلب أقصى عقوبة متاحة في القانون، وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة. قضية ديفيد كانت أول قضية توصل للمحكمة، وفي نهاية مايو 2026 بدأت المحاكمة قدام محكمة مالقا الإقليمية. وهناك هيئة المحلفين أعلنت بالإجماع إن خوسيه مونتيلا مذنب في قتل ديفيد، كمان مذنب بالسرقة باستخدام العنف وحيازة سلاح بشكل غير قانوني. المحاكمة أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة ديفيد. الشاب كان قابل خوسيه وهو مسلح وحكى لصاحبه عن اللقاء، وبعدها اتحرك ديفيد ناحية أرض عيلته، بس خوسيه تتبعه. هناك في مكان منعزل ديفيد كان لوحده من غير أي فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه. أطلق عليه خوسيه النار من مسافة قريبة. خوسيه أنكر إنه كان موجود أصلا في المكان، وقال إن القضية كلها مؤامرة ضده. دفاعه حاول كمان يستخدم اضطرابه نفسيا كعامل لتخفيف العقوبة، بس هيئة المحلفين رفضت الحجة دي. وفي يونيو 2026 اتحكم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وبكده أصبح خوسيه مدان قضائي ب5 جرائم قتل. ولحد النهاردة لسه خوسيه بيرفض الاعتراف ب4 منهم، ما بيعترفش غير بجريمة جاره فرانسيسكو سنة 85، ومصر إنها كانت دفاع عن النفس. وده بيخلينا قدام مفارقة غريبة في شخصية الرجل ده. عادة لما الناس بتسمع عن قاتل متسلسل ممكن تتخيله شخص بيحب يتكلم عن جرايمه أو يتباهى بيها أو يستفز الشرطة، بس خوسيه كان مختلف. هو ما كانش عايز الناس تعرف إنه قاتل، لكنه كان عايز الناس تعرفه. الرجل اللي كان بينكر جرايمه القديمة كان في نفس الوقت بيصور نفسه على تيك توك يوميا، بيجمع آلاف المتابعين، بيحب فكرة إن الناس تتابعه لكن من غير ما تربط صورته الجديدة بماضي دموي. ولسه لحد دلوقتي قصة إستر ما انتهتش، لسه المحاكمة بتاعتها شغالة، ولسه الحكم ما صدرش فيما يخصها، بس بنسبة كبيرة هيتم إدانته بسبب الصور اللي على موبايله. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك. ومن هنا لآخر الحلقة هتتعرض حلقة اتعرضت بالفعل قبل كده عن القناة، عن إهمال وغباء المحققين اللي كان سبب في صعود القاتل، وإنه يعيش بحرية أكتر من غير ما يتقبض عليه. أتمنى تعجب اللي ما شافهاش فيكم، وأشوفكم قريبا في فيديو جديد. في الوقت اللي كانت فيه بلجيكا عايشة حالة قلق وخوف متزايد، اختفت بنتين. 2 صحاب، واحدة عندها 17 سنة والتانية 19 سنة، اختفوا فجأة على الساحل البلجيكي. ومن اللحظة دي البلد كلها بدأت تدرك إن اللي بيحصل مش حادث فردي، وإن في شيء أخطر بكتير بيتشكل في الظلام. بس قبلهم كانت البداية مع بنتين صغيرين. ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أتمنى حلقة النهاردة تعجبكم. يلا بينا نبدأها. في 24 يونيو سنة 1995 في ضاحية هادية قريبة من مدينة اسمها ليبج في بلجيكا، كان مكان عادي جدا، مدينة صغيرة نسبيا وهادية، ناس عايشين حياة طبيعية ومفيش أي شيء يوحي إن واحدة من أبشع القضايا الجنائية في تاريخ أوروبا هتبدأ من هناك.
اليوم كان دافي ومشمس. البنت الصغيرة جولي ليجن اللي عندها 8 سنين راحت تزور صاحبتها المقربة جدا ميليسا روسو. البنتين كانوا شبه ما بيفرقوش بعض، صحاب مقربين وعايزين يتمرنوا على رقصة كانوا بيحضروها لمهرجان المدرسة. اليوم بدأ طبيعي بالنسبة لهم، لعب وضحك وركوب عجل وبعدين لعب جوه البيت. كل شيء كان عادي لحد آخر النهار. جولي وميليسا طلبوا من والدة ميليسا إنهم يطلعوا يتمشوا شوية ناحية الكوبري اللي فوق الطريق السريع، مكان كانوا بيروحوا له أحيانا عشان يقفوا ويبصوا على العربيات ويهزروا ويشاوروا للناس اللي معدية. الأم في البداية رفضت وكانت عايزاهم يفضلوا في الجنينة، بس بعد إلحاح منهم وافقت. الوقت تقريبا كان حوالي الساعة 5 مساء، وقبل ما يخرجوا شددت عليهم: خدوا بالكم من الوقت وارجعوا بسرعة. البنتين وعدوها بكده وخرجوا، لكنهم ما رجعوش. عدت نص ساعة وبعدها بدأ القلق. والدة ميليسا ركبت عجلة وخرجت تدور عليهم بنفسها، لفت في المكان اللي ممكن يكونوا راحوه، دورت حوالين الكوبري وفي الشوارع الجانبية وسألت الناس، بس ولا جولي ولا ميليسا مفيش أي أثر ليهم. في الأول حاولت تقنع نفسها إن ده ممكن يكون شيء بسيط، يمكن اتأخروا، يمكن ضلوا الطريق، يمكن عند حد من صحابهم. وده طبيعي جدا، لأن أول رد فعل لأي أب أو أم غالبا بيكون محاولة إيجاد تفسير منطقي قبل ما يعترف إن في خطر حقيقي. بس الوقت بدأ يعدي والقلق بقى خوف، فبدأت الأم تلف تاني وتالت ورابع وبرضه مفيش أي أثر ليهم. في نفس الوقت وصلت والدة جولي لاجن، كانت جاية تاخد بنتها، بس بدل ما ترجع بيها للبيت لقت نفسها داخلة في كابوس. السيدتين بدأوا يدوروا في كل مكان، لفوا شوارع المدينة، سألوا الأطفال، كلموا صحابهم، كلموا المدرسة، الجيران، بس محدش شاف أي حاجة، محدش يعرف حاجة. بعدها قرروا إنهم يبلغوا الشرطة. بدأت عملية بحث واسعة عن بنتين صغيرين اختفوا بدون أي أثر. الشرطة أطلقت نداءات، صور جولي وميليسا بدأت تتوزع في كل مكان، إعلانات وملصقات، بلاغات والنداءات على التلفزيون، والرسالة كانت واضحة: لو حد شاف البنتين يبلغ فورا. العائلات كانت مستعدة تعمل أي شيء. في النداءات العامة أهلهم كانوا بيترجوا: أيا كنت وأيا كان مكانك رجع أولادنا. بلجيكا كلها بدأت تتحرك، بس الأيام مرت وبعدين الأسابيع وبعدين شهور، ومن غير أي نتيجة ولا أثر ولا دليل، ولا حتى خيط صغير المحققين يمشوا وراه، وكأن البنتين اختفوا من على وجه الأرض. لاحقا المحققين عرفوا إن آخر مرة حد شافهم فيها وهم أحياء كانت فوق الكوبري اللي بيعدي فوق الطريق السريع. كانوا واقفين بيشاوروا للعربيات اللي ماشية من تحت، ومن اللحظة دي الإعلام سماهم ملائكة الطريق السريع. بس المأساة ما وقفتش هنا. بعد أقل من شهرين، في 22 أغسطس سنة 1995، في مدينة بلانكنبرج الساحلية في بلجيكا، اختفوا بنتين تانيين: آن مارشيل اللي عندها 17 سنة وإيفي لامبريكس اللي عندها 19 سنة. كانوا صحاب مقربين جدا، خارجين سوا يقضوا إجازة قصيرة على الساحل البلجيكي. في الليلة دي ركبوا ترام وراحوا الكازينو، وكان في عرض لساحر ومؤدي مشهور وقتها. حضروا العرض، طلعوا على المسرح وتعرضوا لتجربة تنويم مغناطيسي ضمن الفقرة. وفي نهاية الليلة كل شيء كان طبيعي. اشتروا تسجيل العرض، كاميرات المكان سجلتهم في البهو، واضح عليهم انهم طبيعيين، مفيش خوف ومفيش توتر ولا اي علامة ان دي اخر مرة هيتشافوا فيها. بعد كده كانوا ناويين يرجعوا، لكنهم فاتتهم وسيلة المواصلات، فقرروا يرجعوا اوتو ستوب. ركبوا عربية مجهولة، ومن اللحظة دي اختفوا. تاني يوم البنات اللي كانوا مستنيينهم في الكوخ اللي مأجرينه بدأوا يقلقوا عليهم. راحوا للشرطة والرد كان صادم. واحد من الضباط قال لهم ببساطة: ما تقلقوش، غالبا بيقضوا وقت حلو في مكان ما. كان رد بارد ومستفز ومرعب، لأن في اللحظة اللي أهل الضحايا كانوا محتاجين فيها سرعة وتحرك قابلهم إهمال من الشرطة. ومع الوقت الموقف بقى أوضح. في أقل من شهرين 4 بنات اختفوا في بلد واحد وفي ظروف مريبة، ومع ذلك النظام كان بيتحرك ببطء. بينما الشرطة كانت بتدور عليهم في الطريق والغابات ومحطات الأتوبيس، الحقيقة كانت مستخبية في مكان أقرب بكتير مما أي حد تخيل، في بيت عادي جدا في مدينة اسمها مارسينيل. من بره مجرد بيت طوب عادي، دورين في حي شعبي هادي جنب السكة الحديد، مفيش أي شيء يلفت النظر. بس تحت البيت ده كان في جحيم. في البدروم كان في غرفة ما كانتش المفروض أصلا تبقى موجودة، غرفة سرية مستخبية خلف جدار مزيف،
الوصول ليها كان شبه مستحيل إلا لو أنت عارف تدور فين. باب خرساني تقيل متخفي ورا رف معدني متصمم كأنه جزء طبيعي من المكان. اللي بناها كان شخص عنده تخطيط مرعب، فتح تجويف داخل الجدار وركب باب انزلاقي شبه غير مرئي. الغرفة نفسها كانت ضيقة بشكل خانق، حوالي مترين طول وأقل من متر عرض. ضيقة لدرجة إن شخص بالغ ما يعرفش يقف فيها بشكل طبيعي، معزولة صوتيا تقريبا ما بيطلعش منها أي صوت. حتى التهوية كانت معمولة يدويا بحرفية، مروحة مأخوذة من كمبيوتر قديم متركبة بطريقة تدفع الهواء ناحية المدخنة والهواء يدخل من أنبوب من غرفة تانية. كل تفصيلة في الغرفة دي كانت بتقول حاجة واحدة: اللي عمل المكان ده ما كانش بيحضر لإخفاء شيء، كان بيحضر لحبس بشر. وده كان المكان اللي اتسجن فيه جولي وميليسا، البنتين اللي اختفوا أثناء مشوار بسيط. كانوا طول الوقت قريبين، قريبين جدا، بينما أهاليهم كانوا بيدوروا عليهم وبيعلقوا صورهم وبيستنجدوا بالناس كانوا محتجزين في الظلام تحت بيت عادي جدا. والأبشع إن فوق نفس البيت كان عايش أطفال تانيين، الأطفال الحقيقيين لصاحب البيت. كانوا بياكلوا وبيناموا وبيتحركوا بشكل طبيعي، وفوق دماغهم مباشرة في البدروم كان في طفلتين محبوسين في ظلام تام. الرجل اللي امتلك البيت ده ما كانش مجرد خاطف، كان وحش بمعنى الكلمة. وكان لسه اللي عمله أبشع بكتير، كان مكمل بنفس القوة. في الوقت ده كان في تطور خطير جدا. واحد من شركاء الخاطف كان عنده كمان صديقة، والست دي اتجابت هي كمان مع باقي المحتجزين، وبدأوا يحققوا معاها بخصوص شاحنة مسروقة وقضية تانية مرتبطة بالعصابة. زيها زي اللي قبلها حاولوا يخدروها ويدخلوها الأوضة دي، بس المرة دي حصل شيء ما كانوش متوقعينه. السيدة دي قدرت تبصق الحبوب المخدرة وما ابتلعتهاش، ولما جات لها الفرصة هربت. صحت جار قريب واتصلت بالشرطة من عنده، ومن اللحظة دي الخطر بقى قريب جدا من البيت. الخاطف كان فاهم كويس إن لو شريكه اتقبض عليه ممكن ينهار ويعترف بكل حاجة، مش بس الجرائم اللي بينهم، لكن الأهم إن في طفلتين محبوسين في بدروم بيته. كان لازم يتصرف بسرعة، فبين يوم 13 و 20 نوفمبر استدرك شريكه برنار وينشتاين ليه وخدره، ولما فقد الوعي نزله هو كمان للبدروم. نفس المكان، نفس الغرفة السرية، نفس الجحيم اللي كان فيه جولي وميليسا. وهناك بدأ يعذبه بطريقة شديدة الوحشية وغير مفهومة، تعذيب متعمد ومهين، كأنه مش بس عايز يتخلص منه لكن كمان يعاقبه. وفي نهاية نوفمبر أخدوا من البيت ودفنوا في حفرة، والمرعب إن وينشتاين كان وقتها لسه حي وهو بيتدفن. وده كشف شيء مهم عن شخصية القاتل، إنه ما كانش بيقتل لمجرد القتل والتخلص، هو كان بيستمتع بالسيطرة والإذلال والتعذيب. بعدها بأيام 25 نوفمبر سنة 1995 الرجل ده راح المستشفى. زوجته كانت لسه والدة طفل جديد، يعني يوم المفروض يكون احتفال وأسرة وفرحة ومولود جديد. بس وسط اللحظة دي قعد جنب زوجته وقال لها جملة صادمة: عندي خبر حلو وخبر وحش. الحلو إني اشتريت بيت متنقل، والوحش إني اضطريت أتخلص من وينشتاين. والأبشع هنا إن رد الفعل كشف حاجة أخطر: زوجته كانت عارفة بكل حاجة. المحققين وتحرياتهم في النهاية وصلت للبيت ده، ووصلت لصاحبه، رجل شكله من بره طبيعي، أب لعدة أطفال، لكن حقيقته كانت أبشع. اسمه كان مارك دوترو. بعد حوالي 10 أيام اتقبض عليه في قضية سرقة سيارات. بس قبل ما يدخل السجن طلب من زوجته طلب مرعب، طلب منها تروح البيت باستمرار، تسيب أكل ومية للبنتين اللي كانوا لسه محتجزين في الغرفة السرية تحت البيت، جولي وميليسا. وزوجته وافقت من غير تردد. بس ما عملتش كده. لاحقا في المحكمة قالت إنها كانت خايفة تنزل البدروم وخايفة تفتح الباب. المشكلة إن ده ما كانش التفسير الكامل، لأن الست دي كانت فعلا بتروح البيت بشكل منتظم، بس مش عشان الأطفال. كانت بتروح عشان تطعم كلاب الحراسة. الكلاب اللي بتحرس البيت كانت بتاكل، أما طفلتين عندهم 8 سنين ورا باب خرساني في الظلام ما كانوش بياكلوا. جولي وميليسا فضلوا في البدروم حوالي 3 شهور ونص، جوع وظلام وعزلة ورعب. وفي الوقت ده كانوا بيكتبوا رسومات وآثار على الجدران المبلولة، علامات صغيرة بتثبت إنهم كانوا لسه بيقاوموا. لكن لما مارك دوترو خرج من السجن كانوا هما للأسف ماتوا بالفعل. لاحقا قال بمنتهى البرود إنه حط جثثهم في التجميد لفترة. الجزء الأكثر رعبا في القصة دي إن الشرطة كانت دخلت البيت وعملت تفتيش، وفي الوقت ده
جولي وميليسا كانوا لسه أحياء، بس الشرطة ما وصلتش ليهم للأسف، لأن التفتيش ما كانش متعلق بخطف أطفال، فما استخدموش معدات خاصة ولا كلاب. الأخطر إن أحد الضباط وهو في البدروم سمع صوت بكاء أطفال، لكنه تجاهل الصوت ده، افتكر إن الصوت جاي من الشارع ومشي ببساطة. متخيلين إن هو كان على بعد خطوات، بس خطوات من إنقاذ طفلتين بريئتين، كان على بعد خطوات من إنه يجلب فرحة عارمة لأهاليهم، بس للأسف ده ما حصلش. والكابوس ما وقفش هنا، لأن في 28 مايو سنة 1996 طفلة اسمها سابينا داردن عندها 12 سنة كانت راكبة العجلة بتاعتها ورايحة المدرسة، بس ما وصلتش، هي كمان اتخطفت واتحبست في نفس البدروم. اتربطت بسلسلة من رقبتها في الجدار، نفس الظلام والجوع والرعب، وتعرضت لانتهاكات مستمرة. بس الوحشية هنا ما كانتش جسدية بس، الخاطف لعب معاها ألعاب نفسية مرعبة. أقنعها إنه منقذها، قال لها إن في عصابة خطيرة كانت بتطاردها وعايزة فلوس من أهلها، وإنه أنقذها وحماها وحطها في البدروم ده عشان يحافظ عليها. والمفزع والمحزن إنها صدقته، وصل بيها الحال إنها كانت شايفاه منقذ ليها، حتى سمح لها إنها تكتب رسائل لأهلها. كان بيقرأ الرسائل دي كلها لكن ما كانش بيبعت أي حاجة. سابينا فضلت هناك 80 يوم، وفي يوم طلبت حاجة بسيطة، قالت له إنها نفسها تشوف واحدة من صحباتها، والخاطف نفذ الطلب ده. بطريقته راح خطف البنت التانية، ضحية جديدة، وقدمها ليها وقال لها شوفي أنا عملت إيه عشانك. وبكده ظهرت ضحية جديدة، وهي لاتسيا ديلي اللي عندها 14 سنة. اتخطفت يوم 9 أغسطس سنة 96 وهي راجعة مشي بعد خروجها من حمام سباحة. اتحبست هي كمان في نفس البدروم خلال 13 شهر، 6 بنات، وفي نفس الوقت الشرطة كانت بتدور لكن بأخطاء مرعبة. الصدمة إن الإشارات كانت موجودة من قبل كده. يعني سنة 1993 مخبر شرطة قال إنه اتعرض عليه مبلغ كبير عشان يخطف بنات صغيرين لصالح شخص معين. المعلومة وصلت بالفعل ومحدش تحرك عشانها. سنة 1995 نفس المخبر رجع وقال إن المشتبه فيه بيبني غرف تحت الأرض لحبس فتيات. متخيلين المعلومة صريحة ومرعبة قد إيه؟ بس برضه تم تجاهلها. بل حتى لما الشرطة فتشت البيت قبل كده لقوا حاجات مريبة جدا، لقوا سلاسل، مواد تخدير، أدوات واضحة جدا إنها تثير الشك، وكمان أشرطة فيديو وأدلة مباشرة، بس الشرطة متفرجتش عليها. اتركنت واتقفلت وكأن حد ما كانش عايز يشوف الحقيقة. في نفس الوقت والدة المجرم بنفسها كتبت خطاب للنيابة، قالت إنها خايفة يكون في بيوت ابنها بنات محتجزين، بس الخطاب ده اتحفظ واتساب ولا أي إجراء واحد اتخذ تجاهه. الخلل كان في النظام بالكامل، نظام مفكك. في الوقت ده بلجيكا كان فيها أكثر من جهاز شرطة، وبينهم تنافس وصراعات وعدم مشاركة للمعلومات. كل جهة كانت شغالة لوحدها، والمعلومات المهمة كانت بتضيع بين المكاتب دي. بس أخيرا حصلت حاجة كويسة. في 13 أغسطس 1996 ليتسيا كانت مختفية بقالها 4 أيام، وشاهد قريب لمح عربية فان مشبوهة، افتكر جزء من رقمها والشرطة وصلت لباقي البيانات. من أصحاب العربيات المشابهة ظهر اسم واحد معروف، له سجل إجرامي وسابق في الاعتداء على كسر، وكان خارج بإفراج مشروط، وهو مارك دوترو. اتقبض عليه فورا، وبعدها بيومين 15 أغسطس سنة 96 الشرطة راحت معاه للبيت، بدأ التفتيش، وفي النهاية وصلوا أخيرا للباب السري وفتحوه. وخلف الظلام اللي جوه كان فيه بنتين، سابينا ولاتسيا، كانوا هزيلتين وفي حالة صعبة جدا لكنهم كانوا أحياء. المشهد كان صادم. لما الباب اتفتح البنتين شافوا مارك دوترو واقف قدامهم. في الأول خافوا يخرجوا، ليتسيا ما خرجتش إلا لما شافت ضابط شرطة قدامها، أما سابينا فكان رد فعلها مرعب نفسيا. جريت على مارك دوترو وشكرته، شكرت خاطفها نفسه لأنها كانت مصدقة إنه أنقذها، وكانت مصدقة إنه دلوقتي جاب البوليس عشان يرجعوها لبيت أهلها. وصلت لمرحلة إن عقلها اتكسر لدرجة إنها شافت الجلاد منقذ. بالتوازي بدأت فرق البحث تدور على باقي الجثث، وواحدة ورا واحدة الحقائق بدأت تطلع من تحت الأرض. والقضية كانت لسه داخلة في الجزء الأكثر صدمة. صديق لمارك دوترو اسمه فان، حبيبته كانت ماتت، وقرر دوترو إنه ياخده ويفك عنه، بس طريقته في المواساة كانت مريضة تماما. أخده وبدأوا يدوروا على ضحية جديدة. لاحقا فان وصف اللي حصل ده وقال إنهم فضلوا سايقين عشوائي لحد ما وقفوا عند موقف قريب من حمام سباحة في مدينة جالي.
هناك لمحوا بنت صغيرة. دوترو أشار عليها كأنها شيء معروض قدامه، وقال لفان إنها هتبقى الضحية التالية. فان نزل من العربية، مسكها من وسطها ورفعها من الأرض، وبعدها حطها داخل العربية بتاعتهم. وطوال الطريق البنت فضلت تبكي من غير توقف. ومن هنا اتكرر نفس النمط. فان بينفذ عملية الخطف، ميشيل هي اللي بتسوق العربية، ودوترو كان بيدير كل حاجة وبيخطط لهم. من يونيو 1985 لحد يناير 1986 العصابة دي خطفت على الأقل 5 بنات كانوا بيحتجزوهم من يوم لعدة أيام، يعتدوا عليهم، يصوروهم، وبعدها يسيبوهم. وفي فبراير 1986 أخيرا اتقبض على ال3. يوم 26 إبريل سنة 89 صدر الحكم. دوترو اتحكم عليه ب13 سنة ونص، وفان اتحكم عليه ب6 سنين ونص، وميشيل اتحكم عليها ب5 سنين. بس هنا بتبدأ الكارثة الحقيقية. دوترو ما قعدش غير 3 سنين بس بعد الحكم، واتحسب له كمان الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة. في النهاية خرج بعد ما قضى أقل من نص المدة بس في السجن. والأكثر جنونا إن قبل خروجه الأطباء النفسيين قالوا بوضوح إن دوترو شخص شديد الخطورة وما ينفعش يطلق سراحه. النيابة كانت ضد خروجه، طبيب السجن كان ضد خروجه، ومع ذلك يوم 8 إبريل سنة 92 وزير العدل البلجيكي وقتها وقع على الإفراج المشروط عنه. ببساطة النظام فتح الباب بإيديه لواحد كان معروف إنه خطر على الأطفال. أما ميشيل فخرجت قبله هي كمان سنة 1991 بعد حوالي 2 بس في السجن. بعد خروجه دوترو اتسجل رسميا كعاطل غير قادر على العمل. استطاع أنه يقنع جهة طبية أنه عنده مشكلة نفسية تمنعه من الشغل، فبقى بياخد إعانة شهرية من الدولة. وفي نفس الوقت شغله الحقيقي كان بعيد تماما عن الإعانة. كان بيتاجر في السيارات المسروقة وبيدخل في أعمال إجرامية تانية، وكان ناجح في اللي بيعمله لدرجة أنه اشترى 7 بيوت وأكتر من عربية. والغريب إن ولا جهة حكومية سألت إزاي شخص عاطل بياخد إعانة بيشتري كل العقارات دي. والأبشع من كده إن الدولة كانت بتصرف له أدوية مهدئة بشكل قانوني، وهي نفس النوع اللي استخدمه بعد كده في خطف ضحاياه وتخديرهم. يعني مش بس أطلقوا سراحه، ده النظام تقريبا كان بيوفر له الأدوية اللي بتساعده إنه يكمل جرايمه. لما دوترو اتقبض عليه أخيرا بعد جرايم سنة 95 و96 الناس افتكرت إن الكابوس انتهى، بس الحقيقة إن القبض عليه كان بداية فضيحة أكبر. في البداية تولى التحقيق قاضي اسمه جان مارك كونيرو، لكن في أكتوبر سنة 96 المحكمة العليا البلجيكية شالته من القضية، والسبب الرسمي إنه حضر فعالية خيرية لجمع تبرعات لأسر الضحايا. اعتبروا ده مساس بالحياد. بدلا منه جه قاضي تاني اسمه جاك أنجلو، وكانت دي أول قضية جنائية كبيرة يمسكها. ومن اللحظة دي التحقيق بدأ يتحرك ببطء شديد. بعض أسر الضحايا قطعوا الإجراءات لأنهم حسوا إن مفيش تقدم حقيقي بيحصل، والفضيحة كبرت لما اتقبض على عدد من ضباط الشرطة بعد اعتقال دوترو بسبب شبهات حول علاقتهم بيه أو تقصيرهم الكارثي في القضية. في سبتمبر 1996 تم استدعاء 9 ضباط للتحقيق معاهم بخصوص احتمال تورطهم وإهمالهم عن عمد في القبض على دوترو. ولو كل ده مش كفاية لإثبات إن النظام كان منهار، ففي واقعة أغرب بكتير حصلت يوم 23 إبريل سنة 98. دوترو اتنقل للمحكمة عشان يطلع على أوراق القضية، وفي لحظة إهمال قدر يوقع أحد الضباط وياخد منه سلاحه ويهرب من المبنى. وبعدين اتضح إن السلاح أصلا ما كانش فيه رصاص، ودي كانت صدفة أنقذت الموقف من كارثة أكبر. خرج دوترو من المحكمة، سرق عربية من شخص قدام المبنى وانطلق ناحية أرلون، مدينة قريبة من حدود لوكسمبورغ. بلجيكا كلها اتقلبت، اتعمل انذار وطني والحدود اتقفلت، وشاركت في البحث شرطة بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ. ألمانيا أرسلت مروحية للمساعدة، والشائعات انتشرت. مرة يقولوا إن غير العربية، مرة يقولوا معاه شركاء بيساعدوه، مرة يطلع سياسي يعلن إنه اتقبض عليه وبعدين الشرطة تنفي الكلام ده. البلد كلها كانت بتتفرج على مهزلة مباشرة. في النهاية اتقبض عليه قرب حدود لوكسمبورغ، لكن بعد الفضيحة دي ما كانش ممكن الغضب الشعبي يهدى. في نفس اليوم استقال وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس المخابرات البلجيكية، بس الغضب كان بدأ من قبلها. في 20 أكتوبر 1996 خرج حوالي 300 ألف شخص في شوارع بروكسل في أكبر مسيرة سلمية في بلجيكا من أيام الحرب العالمية التانية.
المسيرة اتسمت بالمسيرة البيضاء لأن الناس خرجوا بملابس وبالونات وورود بيضاء. كان ده مش مجرد حزن على الضحايا، كان إعلان فقدان ثقة كامل في القضاء والشرطة والدولة. المحاكمة نفسها بدأت يوم 1 مارس سنة 2004 بعد سنين طويلة من القبض عليه، والسبب إن ملف القضية كان ضخم بشكل لا يصدق. مئات الآلاف من الصفحات ومئات الشهود ومئات الاتهامات. في المحكمة سابينا واجهت مارك دوترو وسألته ليه ما قتلتنيش، ورد عليها بهدوء مرعب وقال لها ما كنتش مهتم إني أذيكي. قرر فكرته المريضة إنه كان بينقذها بس من جهة شريرة. سابينا حكت للمحكمة اللي عاشته في البدروم وتفاصيل الرعب اللي مرت بيه، ولما أهل الضحايا سمعوا كلامها بعضهم انهار تماما. حتى أثناء المحاكمة ظهرت فضيحة جديدة، لأن في مارس 2004 حراس السجن لقوا مفتاح كلبشات مخبأ بالقرب من زنزانة دوترو داخل كيس ملح. السؤال كان واضح، مين حط المفتاح ده؟ وهل كان في محاولة جديدة لمساعدته على الهروب؟ لحد وقت طويل ما كانش فيه جواب حاسم للسؤال ده. وهنا نخش في الجزء اللي خلى القضية تتحول من جريمة قتل وخطف لواحدة من أكبر نظريات المؤامرة في أوروبا. مارك دوترو نفسه ادعى ان هو مجرد ترس صغير داخل شبكة اكبر لاستغلال الاطفال. قال ان هو كان بيخطف الاطفال بناء على طلب اخرين، وان هو مش الراس الكبيرة، لا، رسميا كلامه متمش اثباته. لكن المشكلة ان تفاصيل كتيرة خلت ناس كتير في بلجيكا مش قادرة تستبعد الفكرة دي. في ممتلكاته تم العثور على مئات شرائط الفيديو. بعض الشرايط دي كانت لضحايا غير معروفين رسميا، واطفال لم يتم تحديد هويتهم لحد يومنا ده. في البدروم اتوجدت عينات شعر كتيرة جدا، بينها عشرات البصمات الوراثية غير المعروفة، ومع ذلك ما تمش حسم هوية كل الأشخاص المرتبطين بيها. كمان ظهرت شاهدة تحت اسم رمزي قالت إنها في طفولتها كانت جزء من شبكة استغلال أطفال، وإن كان في حفلات مغلقة بيحضرها أشخاص نافذين من بينهم مسؤولين ورجال شرطة وقضاة. قالت تفاصيل عن جرائم قديمة غير محلولة، وبعض التفاصيل دي وافقت فعلا معلومات داخل ملفات التحقيق. بس رسميا تم اعتبار شهادتها غير موثوقة، وتم استبعاد فريق المحققين اللي اشتغل معاها، ومعلوماتهم ما دخلتش ملف المحاكمة. بعد كده صدرت كتب وتحقيقات صحفية بتقول إن شهادات الشهود كانت أقوى مما قيل للرأي العام، وإن جهات نافذة حاولت تقلل منها أو تدفنها. بس في النهاية اللجنة الرسمية اللي راجعت القضية رفضت فكرة إن السلطات كانت بتحمي مارك دوترو مباشرة. مع ذلك اعترفت إن الفساد والفشل والتفكك المؤسسي وفروا له نوع من الحماية غير المباشرة، بس البلجيكيين نفسهم ما كانوش مقتنعين. استطلاعات الرأي وقتها أظهرت إن أغلبية كبيرة كانت بتؤمن إن مارك دوترو كان عنده حماية من ناس ذو نفوذ. بعض السياسيين قالوا إن الغباء وحده مش كافي لتفسير كل اللي حصل، لازم يكون في إهمال وفساد وعلاقات خفية عن عمد. في النهاية مارك دوترو اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أما ميشيل زوجته فاتحكم عليها ب30 سنة سجن بسبب مشاركتها في عمليات الخطف، وبسبب تركها لجولي وميليسا يموتوا من الجوع خلف الباب الخرساني. بس الصدمة إنها خرجت بعد سنوات بإفراج مشروط. قضية مارك دوترو غيرت بلجيكا بالكامل. أجهزة الشرطة المتنافسة تم دمجها. نظام الإفراج المشروط في جرائم الاعتداءات الجنسية اتشدد جدا. النيابة هناك تطورت، والبلد كلها اضطرت تواجه سؤال مرعب: كم طفل كان ممكن يعيش لو أنظمة الدولة اشتغلت صح من البداية؟ ولحد يومنا ده مارك دوترو لسه قاعد في الحبس الانفرادي، ولسه بيحاول يطلب إفراج مشروط. في 2018 محاميه بعت لأسر الضحايا رسالة يعرض فيها إن مارك دوترو يجاوب على أسئلتهم وكأنه بيديهم فرصة للشفاء. بس الأسر هي اللي رفضت، لأنهم فهموا إن ده غالبا كان مجرد طريق جديد بيحاول بيفتح باب للإفراج المشروط. والقصة ما انتهتش هنا، لأن من فترة قريبة اتلقى في زنزانته 4 أظرف فيها حوالي 200 صورة، بينهم صور لفتيات قُصّر في أوضاع غير لائقة. ولحد دلوقتي السؤال قائم: الصور دي وصلت له ازاي؟ ومين اللي سمح بكده؟ والقضية اتنقلت للنيابة للتحقيق. يعني بعد كل السنين دي وبعد كل الاعتقالات والمحاكمات والإصلاحات، قضية مارك دوترو لسه سايبة سؤال مفتوح: هل مارك مجرد مجرم وحيد استغل فشل النظام، ولا كان جزء من ظلام أكبر النظام نفسه خاف يبص عليه ويحقق فيه؟ وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات،
ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا قريبا في حلقة جديدة.